في 3 صفقات من وجهة نظرنا صفقات هي الأهم، صفقات مهمة جدا ممكن انها تتم ومنها تمت خلاص داخل نادي الزمالك. طيب مين هم ال3 صفقات دول؟ يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا، يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. طبعا كلنا تابعنا النهارده صفقات الزمالك اللي بعد غياب طويل الحمد لله بدأت تندع والحمد لله. شفنا النهارده طبعا محمد عاطف بتاع طنطا، وشفنا كمان محمد شحاتة بتاع طلائع الجيش، وانا بقول لكم خليكم فاكرين الاسم ده كويس قوي قوي قوي. محمد شحاتة لاعب ان شاء الله طارق حامد جديد داخل نادي الزمالك. انما برضو الصفقات لسه في صفقات تاني هيعلن عنها ان شاء الله في الساعات المقبلة، ومن المفترض ان نادي الزمالك هيعلن عن كل الصفقات. زي مين؟ عندك مثلا ياسر حمد الفلسطيني، عندك مهاب ياسر، عندك مثلا ناصر ماهر اللي خلص والحمد لله، وعندك كمان احمد حمدي، وعندك عبد الله السعيد، وممكن كمان سيف جعفر معاه. لكن مش ده المهم. الاهم من كده ان كعادة نادي الزمالك دايما هو لازم يفاجئ جماهيره في اللحظات الاخيرة، لازم يلعب باعصاب جماهيره. طيب في 3 صفقات من وجهة نظرنا صفقات هي الاهم، صفقات مهمة جدا ممكن انها تتم ومنها تمت خلاص داخل نادي الزمالك. طيب مين هم ال3 صفقات دول؟ اول واحد معانا هو فينيسيوس سوزا، لاعب برازيلي عنده 20 سنة ولاعب قوي جدا، ومن المفترض ان الزمالك في مفاوضات متقدمة جدا مع اللاعب والنادي بتاعه، والمفروض ان الزمالك شغال على اعارة مدتها 1.5 سنة للاعب بنية البيع. فممكن جدا جدا ان احنا بكرة ان شاء الله في الساعات المقبلة دي ان احنا نسمع التعاقد مع سوزا. عندنا بعد كده الاوغندي ترافيس مونتيابا هو لاعب اوغندي، لاعب دولي عنده 19 سنة، والمفروض برضو ان هو هيتأيد تحت السن، يعني مش هيتحسب من ضمن الاجانب، وهو لاعب بيلعب في كل الشق الهجومي ودي ميزته، يعني هو بيلعب جناح او مهاجم. ومن المفترض ان الزمالك اتم التعاقد معاه لمدة 4 مواسم، وان شاء الله باذن الله الاعلان عنه هيكون في الساعات اللي جايه. عندنا بعد كده مصطفى اشرف الصفقه اللي جايه لنا من المانيا، الصفقه اللي انا عن نفسي ميال لها جدا واتمنى انها تتم، وهي تقريبا خلاص يعني على اعتاب نادي الزمالك خلص كل حاجه من ناحيه الاتفاقات مع اللاعب، وكمان خلص الاتفاقات مع النادي الالماني. اتبقى بس نقطه بسيطه جدا جدا اللي هي نسبه اعاده البيع. النادي بتاعه كان عايز يحط نسبة 20%، والزمالك شايف ان النسبة دي كبيرة، بيحاول شوية ان هو يخفضها، لكن اجماليا مفيش مشاكل. وانا بصراحة ربنا ميال اول الصفقة دي، وحاسس فيه احمد سيد زيزو جديد. يعني انا بميل اول الصفقات اللي هي بيبقى سن صغير، هو 19 سنة اصلا ولعيب بيلعب في اكتر من مركز، فده بيبقى مفيد بشكل كبير قوي للنادي. فطبعا دي الاسماء اللي من المفترض ان الزمالك هيعلن عنها في الساعات اللي جايه. وعايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، ان الزمالك اتفق او خد امضة لعيبه كتير قوي، لكن مش شرط ان كله يلعب في يناير زي ما قلت لك. ليه؟ عشان ارجع واقول لك المشكله اللي اتكلمت فيها امبارح، اللي هو الاماكن. انت لازم تفضي اماكن للعيبه عشان تقدر تأيدهم، عشان تقدر تلعب بيهم. وخد بالك ان عندك لعيبه مش هتقدر تستخدمها في الكونفدراليه، زي الكابتن عبد الله السعيد وزي ناصر ماهر، فلازم تبقى عامل حساب ده، فلازم تفضي لعيبه. انت دلوقتي اللي مشيته 2 لعيبه بس، محمد عبد الغني وعمرو السيسي راح لفيوتشر، فانت لازم تتصرف. وان شاء الله الزمالك هنشوف هيعمل ايه في خلال الساعات الجايه دي، لان هو ده اللي لازم يتصرف فيه. انا شايف ان هي دي المشكله الاعظم دلوقتي قدام نادي الزمالك. فان شاء الله هنسمع الاخبار اللي هتخلينا نبقى مطمنين على الصفقات الجديده. طيب الحمد لله دفعنا الغرامات اللي علينا وفكينا القيد، واشتغلنا على الصفقات وجايبين صفقات كويسه، منها صفقات قويه وصفقات مستقبل لنادي الزمالك. يتبقى حاجتين، ايه هما؟ اولا التجديد لمحمد عواد. التجديد لمحمد عواد هو امر واجب. ليه؟ لان انا من وجهة نظري
غير محمد عواد احنا ما عندناش حارس مرمى، غير محمد عواد ما عندناش حارس مرمى. فانا شايف التجديد لمحمد عواد هو امر مهم جدا جدا جدا، الا اذا طبعا بقى نادي الزمالك فاجئنا بصفقه حارس مرمى، الله اعلم، ممكن يكون عامل صفقه حارس مرمى بس لسه ما اعلنش عنها، يا ريت واتمنى بس يكون صفقه بقيمه نادي الزمالك. طيب الحاجه الثانيه ودي الاهم، المدرب الاجنبي جوزيه جوميز البرتغالي جوميز، اللي المفروض ان شاء الله هيتم الاعلان عنه في خلال الساعات الجايه دي، بكره باقصى تقدير يعني، اللي المفروض الزمالك اتعاقد معاه خلاص وهيكمل معانا لنهايه الموسم، الا اذا هو 53 سنه، وهعمل لكم فيديو مفصل عنه في كل حاجه. لكن الزمالك اتعاقد معاه لنهايه الموسم، الا لو حقق شويه حاجات هيفضل مكمل. وانا بقول لكم ان هو لسه يعني مش هو ده القرار النهائي، هو موجود وهيكمل معانا نهايه الموسم، بس اخر الموسم هيتشاف كمان، لان اخر الموسم هيكون في صفقات تانية، لان زي ما بقول لك في صفقات كتير موجوده بس مش لازم كلها تكون في يناير. فان شاء الله اعمل لكم فيديو تفصيلي عنه، وان شاء الله كل التوفيق لجوزيه وكل التوفيق للصفقات الجديده تكون موفقه جدا ان شاء الله داخل نادي الزمالك، وكل التوفيق للاداره ونادي الزمالك. سلام.